لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها. احنا بنتكلم على التعليم والعمليات التعليمية. الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وعلم آدم الأسماء كلها. كل الأسماء اللي في الدنيا ربنا علمها لآدم سبحانه وتعالى. علم آدم ده جبل واستخدامه ايه وفي معادن ايه وكينونته وشكله عامل ازاي. علم آدم ده بحر ماء مالح ما بنشربش الماء المالح. علم آدم النهر الماء العذب ده بيستخدم في ايه. تخيل كل الأسماء اللي في الدنيا دي كلها، كل ده الله سبحانه وتعالى علمه لآدم. ياه، ده ذكرت سيدنا آدم دي قد ايه؟ ده اللي احنا بنقوله، ده احنا يعني بعض اكتشافات لسه واصله للكلام ده حديثا دلوقتي. يبقى الله سبحانه وتعالى أسجد الملائكة بقى لسيدنا آدم ليه؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم، أنا وإنت والناس كلها، أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم، إذا سيدنا آدم خد المعلومة وخزنها عنده في عقله، ولما جه يرجع بقى المعلومة اللي احنا هنتكلم بقى عليه، انت دخلت المعلومة وحما حب بقى يسترجعها، فراح قايل كل الأسماء قدام الملائكة. فأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لسيدنا آدم تعظيم لسيدنا آدم إن هو قدر يحفظ الأسماء دي كلها. يبقى الفرق أو الله سبحانه وتعالى خلى الملائكة تسجد لآدم بسبب العقل اللي هو المخزن بتاعنا. والله سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن جميع المخلوقات، ولا ميزه بالسرعة ولا ميزه بالقوة ولا ميزه بضخامة الجسم، ده ميز الإنسان بالعقل. يبقى العقل نعمة غالية جدا عندنا، احنا بس هنعرف ازاي نفهمها وازاي نعرفها عشان نقدر نتعامل معاها. العقل كائن حي، كائن حي موجود جواك، وانت كراجل متلقي او طالب متلقي برضه كائن حي. لما المعلومة تجيلك لازم تديها روح شوية، حركها شوية، خليها جميلة، ما تخليش المعلومة تبقى اجريسيف، تبقى جامدة. هنشوف برضو احنا الكلام دوت بتاع المعلومة ازاي اقدر اخلي المعلومة فيها حيوية عشان اقدر اخزن المعلومة عندي في الذاكرة بتاعتي. يبقى احنا قلنا دلوقتي المخزن بتاعنا عامل ازاي. طيب انا عاوز اعرف دلوقتي لما اجي ادخل بقى المعلومة، انا دلوقتي هدخل المعلومة عندي، عاوزين نعرف ايه هي طريقة ادخال المعلومة، ازاي اقدر ان انا ادخل معلومة. طيب في آية سبحان الله سبحانه وتعالى احنا بنجيبين الكلام بتاعنا ده زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي على الصورة، طريقة ادخال المعلومة. بص كويس قوي كده، هتلاقيني كاتب لك انا ايه، عامل لك ادخال المعلومة في مركز كده اسمه مركز الفؤاد. ده مركز الاستقبال والاسترجاع، يعني انت هتستقبل منه المعلومة وهترجع برضه منه المعلومة. طيب المعلومة هتخش له ازاي؟ المعلومة هتخش له عن طريق يا اما الاذن يا اما عن طريق العين. الاذن بالسمع او عن طريق العين زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي في الصورة. طيب تعالى نوضح ازاي السمع والبصر ونشوف الكلام ده هل فعلا يعني صحيح او نستدل على الكلام دوت ازاي. طيب تعالى نتكلم بقى اول حاجة على السمع. الكلام اللي احنا بنتكلم عليه دوت يا جماعة جاي منين الكلام ده؟ الكلام ده حديث جدا ودراسات حديثة جدا لسه قايمة تنتشر الكلام ده. الكلام ده جايبينه طبقا لعلم الديناتولوجي. علم الديناتولوجي لو ده احنا ترجمنا الكلمة ديناتولوجي ده هو علم المعلومة. يا ترى المعلومة دي عاملة ازاي عشان اقدر اخزنها عندي. طيب تعالى نقول بقى احنا جبنا الكلام ده برضو منين، ازاي سمع وازاي بصر وفؤاد اقدر انا اجيب المعلومة بتاعتي او ادخل المعلومة بتاعتي. طيب احنا جبنا الكلام دوت من الآية الكريمة اللي بتقول في سورة النحل آية 78 بتقول ايه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تعال بقى نوضح حتة ايه الثلاث حاجات اللي الله سبحانه وتعالى خلقنا ما احناش عارفين اي حاجة، بس مدينا احنا بقى أجهزة ومدينا احنا بقى حاجات نقدر من خلالها ندخل المعلومة. لما ندخل المعلومة بقى بالأساليب اللي احنا هنقولها برضو، احنا بنتكلم من القرآن الكريم وقلنا سورة النحل بتقول ايه والآية رقمها 78. تعال نتكلم على السمع. السمع الجنين في بطن أمه بيسمع
من أول 4 أشهر. تخيل الجنين بيقدر يسمع من أول 4 أشهر. يبقى السمع دي حاسة مهمة جدا. وبرضو الله سبحانه وتعالى لما جه يرتب قال ايه؟ قال السمع الأول، وبعدين قال الأبصار، وبعدين قال الأفئدة. هنقول برضو الأبصار والأفئدة، بس أنا عاوز أركز على السمع دلوقتي. لما الله سبحانه وتعالى اتكلم على السمع، ليه السمع؟ ليه قدم السمع عن البصر والفؤاد؟ السمع قلنا دي حاسة الله سبحانه وتعالى بتبدأ شغلها وانت ولسه الجنين في بطن أمه من سن 4 شهور. برضو حاسة السمع ديت شغالة برضو معاك حتى وانت نايم، برضو شغالة. يعني لو الإنسان نايم وحصل أي حاجة جنبه بيقوم مفزوع، يبقى حاسة السمع شغالة. يبقى الله سبحانه وتعالى لما رتب لنا الحاجات دي اللي احنا هنتناولها دلوقتي، السمع والأبصار